فانا دلوقتي قصادي كذا سيركل، فانا رسمت ريليشن شيب ما بين الراديوس والسيركمفرنس بتاع السيركلز اللي موجوده عندي. كل ما الراديوس زاد كل ما السيركمفرنس هيزيد بمقدار معين. هتلاقي دايما ان السلوب بتاعك ثابت، وهتلاقي دايما ان السلوب اللي موجود عندنا هنا بيديك 2 باي. فدلوقتي نقدر اللي احنا نفكر في اللاين ان هو شيء ليه سلوب ثابت، ولكن احتجت بقى اللي انا اجيب الديريفاتيف على بوينتس مختلفة واجيب التانجنت، لان انا الشيب عندي كان معقد اكتر، كان في كيرف. فلو اخدت كيرف مثلا بالشكل ده، فلا الاسلوب عندي هنا غير الاسلوب هنا غير الاسلوب هنا. ولذلك في اللاين اللي بيفولو الايكويشن دي هتلاقي ان الاسلوب بتاعه دايما ثابت. فلذلك بقى تعالى نطلق عليها حاجة لينير. فانا دلوقتي لو قصادي فانكشن، الفانكشن ده هي لينير، فهي ليها سلوب كونستانت. ولكن لو هي فانكشن بالمنظر ده مش لينير، هتلاقي ان الديريفاتيف بيكون another function. يعني انا مثلا راسم لك هنا x سكويرد بلس 1، لما اخد الديريفاتيف بتاع الكلام ده ورحت تحسبه هتلاقي مثلا هنا 0، وبتلاقيه بيزيد في البوزيتيف بس بيزيد بمقدار 2، فالديريفاتيف بتاع الكلام ده 2x. وطبعا لو عملتها بالطريقه المحفوظه فهي برضه هتديك 2x، ولا جبتها عن طريق التانجنت بالطريقه اللي احنا قلناها فانت برضه هتحصل على نفس الفاليو. انا عايز الديريفاتيف علشان اشوف الريت اوف تشينج ما بين تو فاريبلز، ولما تكون الدنيا لينير بحاول ان انا اجيب الكلام ده باستخدام الديفرنت سلوبس اللي هي في الاخر بتديفاين another function.